المحترمة حفصة خلدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نندد بالمساس بالحريات الممارسة اليوم والمتمثل في هذا التضييق على حرية التعبير، ونتساءل لماذا كل هذا الخوف من نقابات تريد احتجاجا سلميا وبطريقة حضارية ويتم حجز حافلاتهم على مستوى محطة الخروبة. هذا ما يزيد الاحتقان الشعبي. كنا نتمنى سيد الوزير أن يكون نقاشنا في هذا المشروع توافقيا بما يخدم البلاد في هذه الظروف الصعبة وما يخدم الفئات العمالية المختلفة، لكن نتفاجأ بقرار الثلاثية وبنظرة أحادية وبطريقة مستفزة بإلغاء التقاعد النسبي بحجة حماية التوازنات المالية للصندوق. لماذا دائما تتجه حكومتنا إلى الحلول السهلة على حساب الفئات الهشة كما في قانون المالية واليوم مع تغيير نظام التقاعد؟ سيد الوزير، العمال لا ذنب لهم في إفلاس صندوق التقاعد، والحكومة وحدها تتحمل المسؤولية الكاملة في سوء التسيير والتلاعب بهذه الأموال. الثلاثية ليست بديلا لمؤسسات الدولة الرسمية لرسم مسار هذا التوجه المستفز. الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يملك صفة التمثيل الحقيقي للعمال، فلماذا إقصاء وتخوين مختلف النقابات المستقلة المجسدة للتمثيل الفعلي والميداني؟ ما هي الإضافة؟ السيد الوزير، لا ترجع لي، ما ترجعش لي. السيد الوزير، ما هي الإضافة التي قدمها المشروع؟ السيد الوزير، ما هي الإضافة؟ هذا هو الحوار، ما تقبلوش. خلينا نكملوا برك، خلينا نكمل ورد علي من بعد، رد علي من بعد. السيد الوزير، ما هي الإضافة التي قدمها المشروع إلى الصندوق وقد دفعنا الآن؟ هذه النتيجة الحتمية التي تتخوفون منها راح طبقت الآن. اليوم دفعنا بالآلاف من العمال إلى التسريح بطريقة التفافية ستزيد من الأعباء في التوظيف والعجز الصندوق. الآلاف من الخبرات اليوم التي كان يمكن أن تخرج للتقاعد على 10 سنوات تسرح اليوم نتيجة لهذا القرار الحكومي. هل تملك الحكومة بديلا عن هذه الإطارات والكفاءات، أم هي سياسة لتغيير العمق الإيديولوجي والخبرة المهنية لهذه الأجيال التي خدمت بإخلاص وتفاني وخاصة في قطاع التربية؟ خرافة تمويل صندوق التقاعد من الجباية البترولية والتحجج بانهيار الأسعار. احترموا بعضنا شوية يا سيدي، لا حول ولا قوة. تفضلي تفضلي يا سيدة. سيد زعير من فضلك. خرافة، لا حول ولا قوة. خرافة تمويل صندوق، لمن نتكلم أنا؟ لمن شكون؟ خرافة تمويل صندوق التقاعد من الجباية البترولية والتحجج بانهيار الأسعار هي مغالطة للرأي العام، لأن الأزمة الحقيقية هي الفساد المتعلق بتسيير وتحويل الأموال. لا توجد شفافية في تسيير هذه الصناديق، ولا أرقام ولا إحصائيات حقيقية، والأكيد أن لا علاقة للعمال بإفلاسها، والتجربة الخليفة مثال على ذلك. لماذا تعزف الحكومة على البدائل؟ الحل الجبائي، التحصيل الضريبي للمؤسسات، العمال الغير مصرح بهم، أين مسؤولية الحكومة في المتابعة في دفع الاشتراكات، المنح العائلية التي تدفعها الدولة للخواص من أموال العمال وغيرها. السيد الوزير، الذي يحرك الجبهة الاجتماعية اليوم ويدفع إلى انهيارها هي هذه السياسات الفاشلة، وهذه الحصيلة الكبرى للفساد في تسيير المال العام لهذه الحكومة. التسرع والارتجال والأحادية في مواجهة الأزمة الاقتصادية بعيدا عن التوافق. السيد الوزير، نحن في تكتل الجزائر الخضراء مع مبدأ التضامن الشعبي مع الدولة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، ولكن التضامن في إطار العدالة والشفافية، وقبلها في إطار الحوار حقيقي وليس حوار الطرشان وفتح النقاش المجتمعي في الملفات الحساسة. عجبا، الجزائر التي تقوم بدور رائد على المستوى الدولي والإقليمي والعربي في إدارة الملفات الحساسة وجلسات الحوار، تعجز أو ترفض حكومتها التحاور والتواصل داخليا في قضايا وطنية حساسة تمس باستقرار الوطن. نتأسف لذلك وشكرا.